الشيرات جيتكم بوصفه تاع البيتزا السائله، بلا عليك رولو، بلا عليك فرينه فوق البوطاجي، بلا عليك ربوج. تبعي الطريقه سهله سهله، الشيرات تبعوا الطريقه ما غاديش تندموا. هنا اول حاجه الشيرات درت الطوماطيس تاعي تاع الحبه، نقيتها كيما راكم تشوفوا، درتها في القدره. هذه الطريقه تاع الطوماطيس تاع البيتزا ثاني تجي خياليه خواتاتي، خليتها طيب لي. وجيت هنايا عندي زوج حبات تاع الفلفله. ديري هذه الطريقه تاع الفلفله ياكلوها لك وليداتك وما يحسوش باللي البيتزا راه فيها الفلفله. نعرفوا بلي الخضروات لوليداتنا في هذا الصيف. المهم الشيرات نقطعوا الفلفله تاعنا كيما هكا ضربه زوج تولي لك مفشفشه، يعني بهذه الطريقه خواتاتي مفشفشه كيما نقولوا حنايا. ديروها في الطبسي كيما هكا هذه الطريقه خواتاتي. فوالا شوفوا كراهي مفشفشه وشابه، شوفوا تشهي اكيد. المهم واخريها على جهه شيرات. وهنايا غادي نجو للطوماطيس تاعي. الطوماطيس تاعي هنا بلاشوار راهي راني لاخرت فيها الفلفله بلا ما نغسلها، نفرغ فيها هذيك الطوماطيس اللي طابت لي كيما نقولوا حنايا شربت شويه نار باش تجيني خفيفه. من بعد هنا ندير لها زوج فلقات تاع ثوم، بزاف الاولاد ما يبغوش هذا الثوم وهذه الاشياء. هنا ديري الثوم، نرابو كل شيء مع بعض بهذا هنايا. وهنا نجيبو صفايه اكيد باش نصفو هذوك الحبيبات ولا الجلاغ تاع الطوماطيس، ونصفو هذاك الثوم باش ما يبانش لوليداتنا. نصفو بهذه الطريقه، هذه احسن طريقه يعشقوها ولادك، وخاصه الدراري الصغار اللي ما يبغوش هذاك الفتيت وهذوك الصوالح يضلوا يقلعوا فيهم الشيرات. قلعي لي هذه ماما جلاخه، ماما هذه تومه. بصح هذه الطريقه صدقيني والله ما راح تندمي عليها الشيرات. وبزاف الدراري تاني ما يبغوش البصل اللي يجي قاطع يجي قاطع بزاف في البيتزا. هنايا الشيرات بعد اللي صفيتها ندير مغرف تاع طوماطيس تاع القوطي بهذه الطريقه، ونديرها طيب لي في القدر. هنا في الاخر ندير واحد 3 مغارف هكا تاع زيت في هذيك الطوماطيس، باسكو ما غاديش ندير الزيت بيان سور كي نبغي ندير الحشو. وهنايا شويه تاع سكر باش يعدل لي النكهه، شويه تاع ملح كيما راكم تشوفوا خواتاتي. صدقوني الشيرات اللي عجبتها دير لي جام وجاتها سهله دير لي جام. هنا درت شويه حرور كيما راكم تشوفوا، ما كثرتش يعني لي زيبيس ولا، ودرت شويه فلفله حمراء باش تجي اللون تاعها غامق احمر وشباب. وهنايا درت شويه زعتر. هادو هما المكونات اللي درتهم، ما كثرتش على روحي، ما درتش اللحم، ما درت. وتجي بنينه الشيرات والله العظيم ولادك يعشقوا فيها، وخاصه في هذا الصيف. انا خلطوا كل شيء مع بعض. شوفوا لاصوص كي جات تشهي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كي جات والله العظيم واحد البنه ما فيها لا لحم لا طون لا والو، جات بنينه. واللي عندها طون اكيد كي طفي اعلى الغاز ديري البطاطا اذا بغيتي ونقصي الزيت. ايه هذا اذا درتي الطون تاع الزيت. بيان سور غادي نديرو الطون تاع الطوماطيس عفوا، الزيت خليه كما راه عادي. هنا جبت الزيتون الشيرات، انا نقلع لها العلفه كيما هكا. ثاني هذه البيتزا تاع دراري تاع فهمتوا، ما تقعديش تبعي فيه العلفه تدخل لها العلفه قيس العلفه قيس، لا نقي قلعي العلفه تاعك تاع الزيتون، ما ديريهاش كيما نقولوا حنايا باش كي تعطي لوليدك ما تخافيش. وهنا ديك لاصوص شوفوا كي جات دايره الشيرات. في هذه المرحله ندير غير شويه زعتر، اذا ما بغيتيش ما ديريش بهذه الطريقه. انا نبغي الزعتر ومفيد بزاف خواتاتي الزعتر. هنا نجي للعجينه. هنا العجينه درت واحد الرطل هكا تاع سرينه، درت فيها واحد المغرف تاع سكر، درت مغرف وشويه تاع خميره فوالا. ودرت هنايا شويه ملح، نخلطوا كلش مع بعض يعني نورمال، ما خاصنيش انايا حاجه باش تخمر لي ولا تشد لي الخمور. شويه نتاع الملح كيما راكم تشوفوا الشيرات، وثلث مغارف تاع الزيت اكيد باش تجيني فشفشه وتجي خفيفه. هنا الشيرات كيما راكم تشوفوا 3 مغارف تاع الزيت، ونميلونجي كل شيء يعني نديرها مطلوقه شويه، نطلقها ونخليها غير ترتاح شويه فقط باش نزيد لها شويه فارغه. هنايا العجينه ما غادي نحتاج رولو، ما نحتاج والو. شوفي بالوقفي ولادكم يتفرجوا تروحي تحضريها. والطوماطيس توجور حضريها ودسيها، فهمتوا؟ خليها متسوسه، ما عليك غير تقطعي ديك الفلفله وصافي.
هنا نخلطوا الشيرات هاد العجينه كيما هكا بهذه الطريقه. نطلقوها اكيد، راح نطلقها نديرها مطلوقه كما ديري المسكوتشو. هذه هي خواتاتي، نزيد نطلقها فوالا، نخليها مطلوقه ونخليها ترتاح غير شويه، باش من بعد نزيدها غير شويه فرينه فقط، ما غاديش نكثر لها الفرينه. يعني بالفايده والحصول العجينه اللي راح نستخدمها كيما عجينه السفنج. صايب فهمتوا الشيرات؟ هنا راهي مطلوقه نخليها ترتاح شويه، راهي مطلوقه نخليها غير ترتاح لي شويه. كيما نقولوا حنا تتجانس مع بعض، باسكو ما عركتهاش غير تتجانس. نزيد لها غير شويه تاع فرينه باش نوصل للقوام نتاع كيما العجينه تاع السفنج. فهمتوا؟ فوالا هذه هي. ونخليها تاني تزيد ترتاح واحد 2 دقائق ماكسيموم 3 دقائق اكيد باش نحطها في البلا تاعي. وهنايا كنصيحه لاخواتاتي، لازم عليكم البلا يكون عندك ورق الطهي، زعما هذه اوبليجي، لازم يكون عندك ورق الطهي. هذه هي خواتاتي باش ما تلصقلكش اكيد. كي تكملي بورق الطهي نورمال طبقيه ودسيه تستخدميه. مي تعاودي ديري البيتزا مره اخرى على بالي غادي تعاودي ديريها، راني متاكده. فوالا هنايا تحصلت على عجينه كيما نقولوا حنا كيما السفنج. نخليها ترتاح على جهه اكيد. كي ترتاح لي نجيب البلا تاعي اكيد، هنا ندير له الورق الطهي، نجيب شويه زيت كيما كنتم تشوفوا راني درت شويه زيت، ونفرغ العجينه تاعي ونبدا نقرص فيها بهذا. ندير الزيت في يدي ونقعد نقرص فيها، نديرها رقيقه تماما، يعني نرققها على قد ما نقدر بهذه الطريقه خواتاتي. تبداي ترقي فيها كيما هكا يدك في الزيت وتقعدي ترقي فيها قد اللي تقدري. شوفي ما ترولي، ما ديري الفرينه، ما ديري داك الربوج. انا شي خضره تشوفوا الفرينه تلقاها مقيوسه من الغبره من الرولو، من ندير بهديله في الكوزينه عليها. نكره ندير البيتزا، بصح هذه الطريقه سهله 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 جدا وتقلع لك الغلبه، وكل واحد يدي طرف وروحوا خطوني. هذه هي الشيلات. بعد اللي قرصتها كما راكم تشوفوها راني نساعف فيها غير بشويه. ماذا بيك تزيدي ترقيها على هكا، انا بغيتها كيما هكا، انت زيدي رقيها، كل ما ترقيها كل ما تجي احسن وتجي رقيقه. واذا عندك يعني قضبي الكارفو تاني بيكيها بالكارفو، اذا ما تبغيهاش نقونفلي بزاف. فوالا تقعدي هكا غير يدك في الزيت والاخرها، ما تخافيش منها باسكو البابي غادي يعاونك من بعد كي طيب تنقلع فاصيل موحدها. نقضبوا دروك لاصوص تاعنا، خلطيها مليح ونبداو نمشوا في لاصوص تاعي كيما هكا فوق العجينه. يا درا الشيرات من هكا ما كانش احسن من هكا واسهل من هكا، ولا لا شقالو. هذه هي الشيرات، تقعدي تمشي فيها كيما هكا كيما تبغي نتيا، تتحكمي فيها كيما تبغي انتي اكيد. ندير كيما هكا ونزوقها اختي كيما انا بغيت. كيما قلت لكم اللي عندها الطو تخلط الطو في الطوماطيس، اللي عندها الدجاج ديري الدجاج، واش ما عندك ديري فيها. انا اختي ما عنديش درت غير هكا ودرتها تاني بسيطه للبساطه اكيد خواتاتي. فوالا انا في هذه المرحله زدت الفلفله اللي قطعتها معاكم. هنا ولادي انا قلت لكم كون نديرها طرونش شحال من مره يقلعوها لي، مره هذه لا قلعوها لا والو، كلاوها ما حساوش كاع بها بلي كاينه فلفله. قلت لها هذا ما يقلكم حوجي انا، يقلكم غير الحيله في المطبخ. هذه هي الشيرات. ومن بعد جبت الزيتون تاعي اللي قلعت لها العلفه اكيد باش ما يقعدوش مع الوقت ويقلعوا في العلفه والى اخره، وغيكونوا خلاص بلا ما تعبني وتنغزني اكيد ولا نقعد نعس فيك. هذه هي خواتاتي. بعد اللي درت الزيتون كيما هكا نجيب الفرomاج تاعي اكيد نديره فوق هذاك الزيتون، فوق هذا الفلفله. انا نبغي هكا المرحله، نبغي الزيتون من التحت ومن الفوق الفرماج باش كل شيء يلصق مع بعض، وكي تاكليها تجي بنينه بنينه شيرات. دروك ندخلها في الكوشه اكيد. نشعل عليها من التحت اولا، نخليها حتى تطيب لي ونشوف العجينه يعني بعدت على الورق الطهي. هنا في هذه المرحله نشعل عليها من الفوق واكيد نخليها تحمر. هنا هذه الخبزه الزاوجه درت فيها الفرماج، هذه كفكره كان عندي فرماج تفكرت حتى الدقيقه الاخيره درتها في الخبزه الزاوجه. درت الفرماج كما كان بينت لكم باللي ما راكيش مقيده في المكونات، ديري واش تبغي فيها بهذه الطريقه. ضروري نخرج لكم بيتزا تاعي وتشوفوها كي جات دايره. شوفوا وخرت وحدها من البابي ولا من ورق الطهي ونجي نقطعوا الحبه.
هنايا غادي يطيح لي المايونيز، قلت والله غير نخليها ما نقلاحاش، راكم خياتي وخواتاتي. المهم الشيرات نجي نقطع الحبه اولا البيتزا معاكم، نقلع لكم حبه وتشوفوها كي تجي خفيفه تنمو البلا راه حامي يكوي. هنا غادي نجي نقلع البيتزا تاعي، شوفوا كي جات تجي خفيفه سهله، وليداتك غادي يهبلوا عليها. شوفوا كي تجي طايبه من تحت ديجا، ها راهي وريتها لكم، وما تجيش يابسه وتجي خفيفه خفيفه خفيفه، خير ملي ديريها رولي بالفارينه. هنا دوك نزيد لكم حبه وندير لها المايونيز. وبصحتكم اخواتاتي، نتمنى الطريقه ان شاء الله جاتكم سهله، ونتمنى كاع تنوضوا ديروها وليداتكم، تهنوا رواحكم من العشاء ولا من الفطور، وراني متاكده بلي كاع غادي ديروها الليله في العشاء، راني متاكده. المهم الشيرات درت لها المايونيز كيما هكا، فوالا شوفوا كي جات دايره. عاد ناكل معاكم طرف باش نشهيكم. يا درا الشيرات حوجيانه والله العظيم الا جات بنينه وخفيفه. شوف انا الشيرات نوصلوا لنهايه الفيديو، نقول لكم ربي يحفظكم، ونتمنى كاع تجربوا الوصفه هذه، ونقول لكم مع والسلامه في فيديو جديد ان شاء الله.